عمرك سألت نفسك ليه ربنا بيسيبك تتوجع؟ الناس كلها فاكرة ان الامل والنجاح بيتولد لما الدنيا تضحك لك، لما ضربة حظ تحصل لك، بس الحقيقة عكس كده خالص. ربنا بنفسه قال لك ان مع العسر يسر، ان مع العسر يسر. يعني اليسر عمره ما هيجي لك بعد العسر، اليسر هيجي لك مع العسر. يعني الايام الصعبة والجرح ان انت فيه والكسرة القلب ان انت فيها والحاجات اللي انت تايه فيها بسبب زحمة الدنيا، هي اللي بتصنع منك البني ادم الناجح اللي انت بتتمناه، هي اللي بتصنع منك الحاجات اللي انت بتحلم بيها. يعني الجرح اللي انت فيه دلوقتي هو اللي بيصنع منك البني ادم اللي قادر يستحمل الايام الصعبه اللي هيشوفها بكره، للايام اللي هو بيتمناه ان هو يعيشها. يبقى الجرح ليه لازمه، ان هو بيصنع مننا بني ادم من اول وجديد، بس اقوى من الاول. وربنا عمره ما قالك ان مفيش طريق سهل، بس قالك ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يعني كل خطوه انت تمشيها ربنا معاك. القرآن كله بيتكلم على حاجه واحده: قوم وما تستسلمش. يعني الامل والنجاح والتوقعات اللي انت كنت راسمها في دماغك واللي هي ما حصلتش دلوقتي وقعت منك، ميل وشيلها من اول وجديد، وحاول مره واثنين وثلاثه وعشرة لحد ما توصل. ليه؟ علشان ربنا قال لك ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يعني بمعنى اصح كفايه عليك ربنا، وما تتحججش وما تخلقش اعذار للنجاح، علشان كلنا عارفين ان اللي بيخلق اعذار للنجاح البني ادم الفاشل. فبلاش تضحك على نفسك، وحاول مرة واثنين وثلاثة، واكيد في يوم ربنا هيرزقك باللي انت بتحلم بيه واكتر كمان. دي نصيحتي ليك، سلام.